هلو، يلا بقى نعمل مع بعض لوك خطير وبألوان حلوة قوي. وكمان الألوان دي بتسحب العيون وبتخلي شكلها خطير. اول حاجة ابتديت بالبلندنج براش، اخدت اللون اللي هو على اصفر وابتديت اموهه في الجفن الثابت عندي، وببتدي ادخله على العيون كلها. ببتدي اعمل حركات دائرية من عند الجفن او الجفن الثابت لحد اول العيون من جوه. ببتدي اعمل حركات دائرية وازود اللون واحدة واحدة زي ما احنا متعودين. انا كل ده في نفس اللون اللي هو الاصفر اللي في باليت جاكلين هيل. تاني حاجة ابتديت اصغر البرش واخدت اللون الاورنج الغامق اللي فوق جنب النبيتي، وابتديت احطه في الكورنر بتاع الزاوية الخارجية عندي في الجفن اول الجفن الثابت واول الجفن المتحرك. ببتدي اغمق الزاوية وببتدي اعمل بلند، وانا بحط اللون ببتدي اعمل بلند وادخل بيه على جوه شوية بالطريقة دي. وبالشكل ده ببتدي اجيب اول بروش انا استخدمتها خالص في اللون الاصفر، وببتدي ادمج بس الاطراف. نفس الكلام الخطوات اللي انا عملتها في العيون ببتدي اروح اعملها في العيون التانية علشان ما تنسيش اي خطوة. اخدت اللون الاورنج اللي هو الغامق عندي فوق ده، وابتديت ازوده بس على الاطراف، وببتدي اخد نفس البرش اللي انا كنت بدمج بيها الاول اللون الاصفر وادمج الاطراف مع بعضها. دلوقتي استخدمت بنسل براش صغيرة خالص لاني استخدمت اللون البني الكاتم خالص اللي هو في البالت من تحت في اول صف. استخدمت اغمق لون في البني وابتديت اعمل خط رفيع على اول خط الرموش بتاع العيون، وببتدي اعمل له بلند للاطراف بتاعته بس، وادخلها مع اللون الاورنج الغامق علشان تديني تدرج في الالوان. والحركه دي بتدي للعيون شكل دائري وبيبقى شكله حلو قوي وخطير. وكمان الالوان دي بتبين لو انت لون عيونك بني بتبينها اكتر. نفس الخطوات اللي انا بعملها في العيون هبتدي اعملها في نفس العيون التانية. اخدت اغمق لون من البني وابتديت اخد لاين كده بس صغير على خط الرموش، وابتدي ادمج الاطراف مع بعضها بالشكل ده. اللوك ده سهل جدا، وعلى قد ما هو سهل على قد ما بيطلع معاكي بروفيشنال وكأن ميك اب ارتست هي اللي عاملهولك. وبعد كده ببتدي استخدم اول برش وادمج بيها الاطراف كلها. دلوقتي اخدت اللون الشامبين ده اللي هو الشمر، وابتديت احطه بقى على الجفن المتحرك وعلى اول مدمع العيون بالشكل ده، وببتدي اعمل بلند للون بالبروش بتاعتي علشان بس ادمج الاطراف. واخدت الجليتر ده، هو حبيبات صغيره من غير جلو او اي حاجه، حطيتها بصوابعي علشان بس تديني اضاءه شكلها حلو واقوى. شايفين اللمعه حلوه قوي قوي قوي؟ شايفين تدرج الالوان باين معايا بشكله حلو ازاي؟ دلوقتي بعمل الكونتور بتاع النوز، بفتح درجه من الدرجات البني اللي عندي في الباليت. انت اصلا خليت ببتدي اخد من اول النوز لحد اول الحاجب. ودلوقتي انا هستخدم رموش، هستخدمها خفيفة وكمان مفرغة علشان تبين معايا لوك العيون. وكمان يا بنات اللوك ده انا مش سحباه قوي، يعني مش مدياله سحبة، هو على دوران اكتر. وبنفس الشكل ده ابتديت بقى اخد اصغر بنسل براش عندي واخد اللون الاسود ميكس مع اغمق لون في البني علشان ما احطش الاسود صريح. ما كنتش حابه اخليه اسود صريح، كنت حابه اعمله مع ميكس بني بتخلي اللاين بتاع خط الرموش السفليه شكله احلى بكتير. بالشكل ده ببتدي احطه جوه العيون زي الكحل وابتدي ادمج الاطراف بتاعته. ودلوقتي نفس الدرجات من الاغمق للافتح اللي حطيتها فوق العيون هبتدي اعمل نفس الخطوات في الخط بتاع الرموش السفليه. ببتدي اعمل نفس الخطوات زي ما قلت لكم، اللون الاغمق للافتح. دلوقتي ببتدي افتح بقى معايا الدرجات من تحت وابتدي اعمل بلند للاطراف. انتي لو عملتيه لنفسك الموضوع هيبقى اسهل بكتير كمان من العيون السيليكون اللي انا بشتغل عليها. جفن العيون الطبيعي بيبقى اسهل الشغل عليه بكتير. الموضوع على العيون السيليكون مش سهل، بس لو اتعودتي عليه مش هيبقى برضو صعب. في نفس الوقت تتعلمي ازاي انك تدمجي الالوان وازاي تدرجيها وازاي تعملي بلند الاي شادو يكون بروفيشنال. دلوقتي ببتدي احط البلاشر. انا هنا البلاشر عملت ميكس ما بين اللون الخوخي وما بين اللون البينك علشان بس يديني توريده للخدود حلوه. ودلوقتي حطيت الهايلايتر على جولد من الباليت بتاع اوف. وده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم. هستنى رايكم تحت في الكومنت وهتوحشوني قوي. اشوفكم فيديو جديد. باي.